أرض الحب والجمال، مملكة من أجمل الممالك بالعالم وأقدمها، مملكة الوصل بين الشرق الأوسط وأوروبا، فيها سحر ما قدر ولا بشر يقاومه. تعرفوا معي على بلد الأصالة، بلد العجائب، المغرب، البلد اللي وحد العرب والأمازيغ. البعض بيقولوا تسميتها لأنها واقعة بأقصى شمال غرب إفريقيا، والسبب الثاني لأنه الشمس بتغرب هنيك. كل شعوب العالم تفتخر بأجمل ما صنع الله على الأرض، أما شعب المغرب فإلهم انطباع خاص مختلف عن كل شعوب العالم. أهلها بيفتخروا بأقوى أنواع الأسود، واللي أطلقوا عليه اسم الأسد البربري أو أسد الأطلس، اللي عاش بجبال الأطلس المغربية. صح أنه انقرض أوائل القرن الماضي، لكنه لليوم يعترف فيه من أقوى الحيوانات على الأرض. وأحلى ما يفتخر فيه شعب المغرب هو لباسهم المميز، اللي توارثته الأجيال من القرن الثاني عشر الميلادي أثناء عهد الدولة الموحدية بالمغرب، وخاصة القفطان المغربي اللي بتلبسه النساء حصريا بالمناسبات. وهالشي جزء من النبالة والأناقة والتراث والهوية. وحرفيا أنا يا جماعة عبالي كتير جرب ألبسه، على قد مو جميل وجذاب وبيعطي أنوثة مو طبيعية. ولا تفكروا نسيت لبس الرجال المعروف بالجلباب أو الجلابة، اللي بيلحقها الطربوش الأحمر أو العمامة مع الحذاء المميز، واللي بيسموه بالمغربي البلغة. وإذا بدنا نحكي عن أكلاتهم فهذا صار كلام بعالم ثاني. أنا عن نفسي فحقيقة دقت الكسكس المغربي، وما قادرة أوصف لكم طعمته الرائعة بصراحة. لسه باقي لي دوق أكلات كتير مثل الطاجن، الكرن، والحريرة المغربية، وهي شوربة طعم ولا بالخيال، والشباكية والرغايف اللي بتتاكل أكثر شيء بشهر رمضان المبارك. والأكلات هاي بس ذكرتها معناتها أنت بتحكي عن اللقمة الطيبة بالمغرب. وأكيد بعد هالأكل اللي جربت تاكله ما إلك بعدها غير الأتاي، الشاي المغربي أو أتاي النعناع. طبعا هو المشروب الشعبي الأول ومن التقاليد المغربية المشهورة، واللي جابت وينستون تشرشل وكوفي عنان على مقهى الحافة بطنجة، واللي خلى المغرب الوجهة الأكثر شهرة بالعالم لصناعة الأفلام، وخاصة